ما كنتش أتخيل إن بعد 15 سنة من الخوف والحزن يجي اليوم اللي أقول فيه يا رب أخيراً ارتاحت روحي، أخيراً انتهى الكابوس. كنت بقولها وأنا نفسي بيطلع بالعافية من الفرحة، وعناية مليانة دموع ارتياح، وش بناتي نستغرب، بس قلبي كان بيطمن لأول مرة. خلاص اللي كنت خايفة منه راح، وراحت معاه أيام مريرة. أنا فرحة، عندي 40 سنة، متجوزة بقالي 12 سنة من محسن ابن عمي، وعندي بنتين، رنا عندها 11 سنة وسلمى 9 سنين. كنا عايشين بهدوء، بس الخوف اللي جوايا كان مأثر عليا وخلى علاقتي ببناتي صعبة. كانوا بيخافوا مني وبيتكلموا مع أبوهم أكتر ما بيكلموني. كنت دايماً قلقة وبزعق على حاجات بسيطة، زي لما لقيت باب أوضتهم مقفول. دخلت وأنا بزعق من خوفي وسألتهم بصوت عالي بتعملوا إيه ورا الباب؟ محسن جوزي شدني وقال لي انتي ليه كده؟ احنا تعبنا والبنات محتاجين حب مش خوف. ده السنة كنت شايفة اني بحميهم من اللي حواليهم، لان مش دايما الناس اللي حوالينا نقدر نثق في نيتهم. كنت بنام خايفة وبصحى على قلق. وفي يوم بنتي قالت لي ماما أنا كبرت وعايزة ألبس لوحدي، لكن ردي كان قاسي وقلت لها أنا اللي أقرر، طول ما أنا عايشة هفضل أتابعك وأحميكي. وطلبت تاخد درس مع مدرس معين بس رفضت، وكنت بحاول أسيطر على كل التفاصيل. رجعت البيت وقلبي وجعني، فتحت مذكرتها ولقيتها كاتبة نفسي ماما تبقى صاحبتي، نفسي تحبيني من غير خوف. الكلمات جرحتني، استنيتها ترجع وسألتها انت ليه عايزة نبقى صحاب؟ في حاجة نزعلاكي؟ ردت عليا لأول مرة وهي مكسوفة وزعلانة وقالت أنا تعبت يا ماما، مش قادرة أعيش كل يوم وأنا خايفة منك. ساعتها فهمت إن خوفي الزايد عن الحد كان بيبعدني عنهم بدل ما يقربني. وفي يوم صحاني محسن وقال لي اللي كنا بنخاف منه خلاص ما بقاش موجود. كنت الأول مرة أحس بارتياح، كنت حاسة إني أخدت نفسي، إني هقدر أبدأ من جديد. رجعت أفكر في كل اللي عدى وكل حاجة حصلت زمان. من وأنا طفلة كنت بخاف، بس ما كنتش قادرة أحكي ولا ألاقي اللي يسمعني أو يصدقني. وعدك السنين شفت اللي حصل معايا بيعيد نفسه قدامي، وخفت على بناتي أكتر. بس اللي ريح قلبي إني مش لوحدي. ندى بنت عمي قالت لي إنها كمان عدت بنفس الألم، وإنها كانت ساكتة زيي، بس ما كانتش راضية، بس خافت. ومحسن لما عرف احتوانا وقال لنا ليه ما حكيتوش؟ انتوا مش لوحدكم. ساعتها قلبي ارتاح وحسيت إني بدأت أتعافى. بدأنا نروح لدكاترة تساعدنا نعدي المرحلة دي ونتعلم إزاي نعيش من غير خوف. اتغيرت وبقيت قريبة من بناتي، بقينا أصحاب، بقينا نحكي لبعض، وأهم حاجة علمتهم إزاي يحافظوا على نفسهم. قلت لهم الخوف مش ضعف، لكن السكات عليه هو اللي بيكسر. كونوا أقوياء، ولو حسيتوا بأي حاجة تعالوا ليا فوراً. رسالتي النهاردة ليكم، لو أنت أو أنتي مريتوا بحاجة شبه اللي عديتي بيها، اعرفوا إنكم مش لوحدكم، وإنهم مش غلطانين، أنتوا ضحايا. والقوة الحقيقية إنكم تقولوا لأ وتتكلموا. والكل أهل بيسمعوني، قربوا من ولادكم، اسمعوهم، صدقوهم، خدوا بالكم إن الثقة اللي بينكم هي أمانهم الحقيقي. وربنا يحمي ولادنا ويقدرنا نحافظ عليهم ونربيهم من غير ما نخوفهم، ونكون دايما مصدر أمل ليهم.